السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي هنتكلم عن البرومت وازاي ان هو يقدر يخلينا نكتب كود HTML بسرعة، ونقدر ان احنا نخلص التاسك اللي علينا في اسرع وقت. تمام. احنا كنا متعودين ان احنا مثلا لما كنا بنيجي نكتب اي كود HTML، كنا في الكونسبت بتاعنا او الحاجات الاساسيه بتاعتنا، اللي هو بنعمل العلامه، بعد كده نكتب دوت تايب، بعد كده ليها دوت تايب HTML، ننزل تحت نكتب هنا HTML التاجة الاساسيه بتاعتنا، نكتب جواها الهيد، وبنكتب جوه دي الميتا مثلا تشار ست، الميتا تشار ست. ثانية، تشار ست كانت هنا واي تي اف 8. تمام. وكنا بنيجي نعمل هنا مثلا لو عندنا ملف سي اس اس ولا حاجة، أنا عندنا ملف اسمه ستايل دوت سي اس اس، يبقى كده تمام. كنا برضو بنيجي نعمل هنا التايتل. كنا مثلا هنسميه يعني فور اكزامبل از مثلا. تمام. بعد كده كان في حاجة احنا المفروض نعملها بس ما عملناش، فمش هنكتبها دلوقتي. كنا بنيجي هنا نكتب هنا البادي. كده احنا كتبنا البنية الأساسية بتاعتنا. ايه رأيك لو كتبنا ده كله في أقل من ثانية؟ هتيجي تسألني ازاي؟ أقول بسيطة. شايف انت علامة التعجب؟ اعملها واتك انتر، فهو خلاص كتب لك البنية الأساسية بتاعتك، مش محتاج تكتب أي حاجة تاني. كتب لك الدوك تايب HTML، كتب لك ال HTML وزود لك عليها شوية كمان اللي هي فيوتشر، اللي هي اللانجوج بتاعتك هتكون انجليزي، ممكن نخليها عربي لو احنا نكتب عربي. بس احنا الكتابة بتاعتنا في الأساس هتكون من الشمال لليمين. عمل لك الميتا تشارست، وعمل لك الميتا نيم اللي هي الفيو بورت، دي اللي احنا كنا بنتكلم عنها من شويه. نتكلم عن الميتا، نعمل لها فيديو لوحده عشان الميتا كبيره ومحتاجه شغل شويه. وعمل لك هنا التايتل بتاعك، فهنا مثلا هيكون اسمه عز. لو احنا جينا عملنا هنا اوبن لايف سيرفر، ثانيه، فتح لك الصفحه بتاعتك عادي جدا. تمام. دلوقتي احنا مثلا لو كنا عايزين نعمل ديف، كنا بنعمل هنا ديف عادي. تمام. وعايزين مثلا نعمل جوه مثلا باراجراف H1 مثلا، H1، ونكتب مثلا جوه هنا ايه اللوز مثلا. وعايزين مثلا هنعمل باراجراف، نقول له welcome every طيب مثلا. تمام. عايزين مثلا هنا نعمل بوتن، كنا بنيجي هنا نعمل بوتن. تمام. كنا بنكتب مثلا هنا ايه pay now او click here. تمام جدا. كنا مثلا عايزين نعمل عند every دي، كنا نخليها مثلا سبان، فكنا هنيجي نعملها ازاي؟ هناخد دي مثلا هنا كنترول اكس، نعمل هنا سبان، انتر، كنترول في، فهو عمل لي كده ما بين السبان بتاعنا عادي. طيب لو احنا عايزين نكتب الكلام ده كله برضو بسرعة، هنعمله ازاي؟ فهنا نمسك في الأول الديف. ازاي بنقدر نكتب الديف؟ قلنا ان احنا بنكتب مثلا كنا بنكتب مثلا ديف ازاي؟ كنا بنكتب مثلا كلمة الديف بعد كده انتر. طب انا عايزة اكتبها اسرع وعايزة اديلها مثلا كلاس نيم، فبدل ما نيجي مثلا نعمل ديف انتر، لا انا يا صديقي انا عايزة اكتبها اسرع. هنعملها ازاي؟ شايف انت علامة الدوت؟ تك علامة الدوت، تك انتر، فهو عملها لك ومستني منك الكلاس نيم بتاعتك عادي. اديله كلاس على طول، هتتك علامة الدوت، انا اديله مثلا كلاس عز، تك دوت عز انتر، فاكتب لي كلاس عز ومستنيني اكتب الكونتنت اللي هيتكتب جواه. جميل جدا. طب انا مش عايز اعمل كلاس واحد، مش عايز اعمل ديف واحد، نعملها ازاي؟ دوت عز اضربها لي في مليون، في خمسة مثلا، خلينا نكون واقعيين أكتر شوية. لو ضربتها في خمسة فيعمل لي 5 ديف، الكلاس بتاعهم اسمه عز. طب أنا عايز أنسق كل واحد بشكل مختلف، عايز أعمل مثلا عز بيرنت، وبعد كده أكتب مثلا عز children 1، عز children 2، عز children 3 4، الكلام ده كله. نعملها ازاي؟ بمعنى أصح أنت كده عايز تخش جوه مثلا ديف معين. طيب سهلة جدا، ممكن مثلا نعمل هنا ديف مثلا البيرنت أو نكتب الأب. عايز أخش جواه، عشان تخش جواه بتعمل العلامة دي. تمام. كانت دخلت جوه الديف بتاعك اللي هو الكلاس بتاعه اسمه ايه اب. طب انا دخلت جوه عايز اعمل مثلا فور تشيلدرن مثلا دي، فنعمل هنا دوت تشيلد، نضربها هنا مثلا في 4، في 4 انتر. هو عمل لي الاب، دخل جوه الاب عمل لي تشيلدرن او التشيلد بتاعته، عمل لي ديف الكلاس الاربع ديف الكلاس بتاعهم اللي هو التشيلدرن. طب انا عايزه انسق التشيلدرن دي غير دي غير دي غير دي، هنعملها ازاي؟
في طريقتين، ان احنا مثلا ممكن ندي مثلا بعد ما نكتب الكلام ده كله ندي لكل واحده مثلا اي دي مختلف، او نعمل حاجه تانية. نعملها ازاي؟ نكتب مثلا هنا الاب، هنخش جواه. دلوقتي انا محتاج ان اعمل مثلا هنا التشيلدرن، هاجي امسكها، لما هاجي امسك التشيلدرن دي بنمسكها بالاي دي بتاعها. طب احنا ممكن ندي الدي اي دي، بسيطه جدا، ممكن ندي لها اي دي، نعمل علامه الهاش. طب لا، انا عايز استخدم الكلاس بس. استخدم الكلاس ازاي؟ هقول لك. شايف انت مثلا علامه الدولار ساين دي، جرب كده تكتبها واضرب واشتغل زي ما انت ماشي. عايز اعمل 4. بص لو تكيت انت ايه اللي هيحصل؟ عامل لك children 1 children 2 children 3 children 4. فانا اقدر ان انا اتحكم في كل واحده لوحدها، اقدر ان انا امسك كل عنصر واتحكم فيه لوحده. جميل جدا. طب انا مثلا عايز نخليها واضحه اكتر، احنا ممكن نيجي هنا نعمل العلامه دي، نطلع بس بره الناحيه التانيه كده، نعمل 4 انتر. فهو عمل children 1 children 2 children 3 children 4، والدنيا بقت منظمه وسهله جدا جدا. تمام. احنا كده عرفنا ازاي بنعمل العنصر وازاي بنكرره، ازاي بندي لكل عنصر كلاس مختلف عن التاني. طب فرضا انا عايز اعمل اي دي، مش عايز اعملها بالكلاس، انا حابب الشغل بالاي دي ومش حابب الشغل بالكلاس. فهنعمل علامه الهاش ونعمل عز. فهو عمل لك الديف الاي دي بتاعه عز. طب انا عايز اديله الاثنين، عايز مثلا ان انا اديله كلاس وعايز اديله اي دي، هنعمل دوت مثلا عز هاش عز برضه انتر. فعمل لك اللي هو الديف اللي الكلاس بتاعه عز، والاي دي بتاعه كمان اسمه عز. فالدنيا سهله وبسيطه جدا وما فيهاش اي تعقيدات خالص. سيبنا من الكونتينر دلوقتي، تعال بس نشرح حاجه ثانيه. لو احنا مثلا حبينا نعمل يو ال وعايزين مثلا نعمل الاي 5 مرات، هنعملها ازاي؟ هنخش جواها نعمل هنا الاي، هنضربها في 5. جميل. تك انتر، فعمل لك الاي مضروبه في كام؟ في 5. جميل جدا. طب انا عايز اعمل مثلا اليو ال وادي لها مثلا كلاس عايز اعمل 4 يو ال. تمام. نعمل كده يو ال دوت مثلا يو ال مثلا، وهنعمل العلامة دي الدولار ساين، هنخش جواها نعمل هنا مثلا اي. لا مضربناهاش لسه، ثانية الأول. نضربها في 5 في 2 في 3. حلو جدا. نخش جواها هنعمل مثلا الاي مضروبة، أو نديلها مثلا كلاس تاني جي جي هنا مثلا علامة الدولار ساين مضروبة في 5. لو تكني انتوا عارفين اللي هيحصل، هيعمل لك 3 يو ال، الكلاس بتاع كل واحدة يو ال ال 1 يو ال ال 2 يو ال ال 3. هيخش جوه كل يو ال فيهم يعمل لك ال اي جي جي 1 لحد 5 في كل عنصر. بص كده، عمل لك اليو ال كلاس بتاعها يو ال ال 1 يو ال ال 2 يو ال ال 3، دخل لك على كل عنصر من ال اي، خلى لك الكلاس بتاعت اول واحدة جي جي 1 لحد جي جي 5. جميل جدا. دلوقتي ان انا اقدر امسك كل عنصر من اول العناصر دي، والعنصر ده والعنصر ده تتحكم فيه براحتي زي ما انا عايز. حد يجي يسألني يقول لي ممكن استخدمها في التيبل؟ تقدر تستخدمها في التيبل بكل سهولة. انك مثلا ممكن تستخدمها كده تيبل، تيبل اهي، هنخش جواها مثلا نعمل هنا تي اتش نضربها مثلا في 3. طب واحد هيجي يقول لي انا مش عايز اخش، انا عايز اعمل عنصر معاها كمان. طب هنعملها ازاي؟ شايف انت علامة البلس؟ انت كده بتكتب القيمة بتاعتك او الحاجة اللي انت عايز تعملها، بتخش جواها. طب انا خلاص دخلت جوه وعملت عنصر، عايز اعمل حاجة تانية، تعمل علامة البلس. تمام. هنعمل هنا تي ار، نضربها مثلا هنا في 3، وهنخش جواه نعمل تي دي مثلا مضروبة في 4. تمام. لو جينا تكينا هنا انتر، فمش اي حاجة هتظهر هنا خالص عشان احنا مش مدياله بوردر. هنديله بوردر. تمام. بص كده يا صديقي العزيز، احنا كده المفروض نزود هنا واحدة من تي اتش عشان تبقى مظبوطة معانا. طب انا عايز اكتب مثلا جوه كونتنت فعلا. طب انا لو عملت هنا مثلا ايه كنترول ديد، عايز اعمل مثلا جوه كل تي دي، عايز اكتب مثلا جواها عنصر معين. هعملها ازاي؟ بسيطة جدا. اعمل العلامة دي اللي براكتس افتحها، خش جواها يا صديقي واكتب لي مثلا ايتم، وانا عايزة اتحدد مثلا ان كل عنصر دوت فيه ايه. فعلى شايف علامة الدولار ساين اعملها، خش هنا مثلا ايه افصلها عشان تبقى برضه فاهم الدنيا ماشية ازاي. اطلع بره البتاع، اعمل لي هنا في الاربعة انتر. بص هنا يا صديقي اللي حصل، مش مفيش هنا جدول عشان احنا مش مدينه هنا ايه بوردر. بص كده عملهولي. طب إيه التيهات ما فيهاش ليه؟ تعالى نجرب نعمل في التيهات على طول. صحيح انا ممكن مثلا ايه
نشتغل نعمل بوردر على طول من غير ما نقعد بعد كده نستناه. هنعمل هنا مثلا تيبل. شايفين العلامة دي مثلا بتكتب جواها الحاجات اللي ما بتبانش، بمعنى اصح هندي لها مثلا كاكزامبل ان دي مثلا شغل الباك اند ما بيتشافش، سورس اي حاجه، الاتش ريف، الكلام ده كله. هنعمل هنا مثلا هنا بوردر. تمام. هنطلع بره هنا، هنخش جواها بقى نعمل الكي اتش بتاعتنا. كنا عايزين نحط مثلا جواها ايه، هنكتب له هنا مثلا هيدر. نعمل له مثلا، عايزين نعرف فيها كام واحدة، فهنعمل له العلامة دي، نطلع بره نضربها في 4. جميل. عايزين نعمل هنا مثلا بلس تي ار مضروبة في 3. تمام. هنخش جوه كل تي ار. عايزين مثلا كنا قايلين نعمل تي دي مضروبة مثلا في 4. هنخش هنا كده نفتح العلامة بتاعت البراكتس بتاعتنا، هنخش جواها نكتب له مثلا هنا ايتم، نعمل علامة الدولار ساين، نطلع بره نعملها له هنا في ال4 ونعمل انتر. هو عمل لنا الشكل الجدول بتاعنا في سطر واحد. انت متخيل ان هو ممكن يعمل لنا الجدول في سطر واحد؟ مفيش مشكلة وسهلة جدا، يعني مش هتاخد منك وقت كبير جدا خالص. تعالى نعمل الفورم كنا بنعمله ازاي؟ كنا بنكتب هنا فورم ونتك هنا. لا دي الاكشن دي مش بتاعتنا، بتاعت البي اتش بي والكلام ده كله، مش بتاعت البي اتش بي، بتاعت الباك اند. نيجي ننزل عندنا نكتب على الفورم، نعمل مثلا الليبل بتاعنا، الليبل مثلا فور دي اف. جميل. ونيجي هنا مثلا نعمل هنا نيم او اف نيم. جميل. كنا بنيجي هنا مثلا نعمل انبوت تكست. فاحنا كده عملنا الليبل. وكنا مثلا بنيجي هنا نعمل زرار بوتن وهنا مثلا send هنا كده، فبقى بيبعت البيانات عادي عشان دوت معمول جوه. طب فرضا انا عايز اعمل الكلام ده كله برضو من غير ما اعمل اكتب فورم واخش جواها واعمل الكلام ده كله، نعمله ازاي؟ بكل بساطه نكتب هنا الفورم، هنخش جوه الفورم هنعمل الليبل. تمام. او كتبنا الليبل هنكتب جوه الكونتنت بتاعه، هيكون مثلا موجود هنا مثلا الاف مثلا. جميل. طب احنا كنا عاملين معاها انبوت تاني، فهنكتب هنا الانبوت. وقلنا الحاجه اللي ما بتظهرش بنعملها جوه العلامه دي، نكتب له هنا تايب equal double quotation text. جميل جدا جدا. وكنا عاملين بوتون مثلا هنا بوتون، الكونتنت بتاعه كان ايه سن. فتكت انتر، فهو عمل اللي انا كنت عامله من شويه، بس اللي مش عارف الاف نيم مش ظاهر. ماشي. مش مشكله. فعمل لي لو تكت هنا دلوقتي فبيبعت برضه بيانات. دي بقت فورم كامله، احنا ممكن نستخدم الكلام ده كله نبني بيه فورم كامله، مش هتاخد مننا اي حاجه تانية خالص. نبدأ نشتغل على شوية مشاريع هتسهل الدنيا أكتر. تمام. ثانية واحدة بس، أنا بس كنت أجرب حاجة. المشاريع هتبقى تسهل الدنيا عليكم أكتر، وهتبقى الدنيا بسيطة وسهلة جدا إن شاء الله معاكم، وما يكونش فيها أي مشكلة نهائيا. تمام جدا. بس كده، ويا رب تكون السيشن سهلة واستفدتوا جدا منها. ولو في أي مشكلة ممكن تقدروا تبعتولي أو تبعتوا لأي حد من الباشمهندسين، والدنيا إن شاء الله هتكون سهلة جدا معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي أول برنامج في التاريخ اتعمل من غير ولا لغة برمجة؟ تخيل انك بتشتغل على جهاز من غير لغة برمجة ومن غير شاشة، من غير حتى مفهوم واضح للبرمجة زي ما هنعرفها النهاردة، ومع ذلك تعمل أول برنامج في التاريخ. ازاي؟ ده اللي هنحكي النهاردة. قصة عبقرية، بنت عملت المستحيل وغيرت تاريخ التكنولوجيا للأبد. زمان في القرن 19 كان العالم مهووس بالرياضيات والآلات الميكانيكية. ظهر وقتها شخص عبقري اسمه تشارلز باج، اللي اخترع آلة تحليلية Analytical Engine، جهاز ميكانيكي كان المفروض انه يحل معادلات رياضية معقدة، لكن الجهاز ده كان أكتر من مجرد آلة حسابية. كان فكرة أول كمبيوتر ميكانيكي اللي لو اشتغل هيحتاج حاجة تشغله، برنامج. هنا بتتدخل العبقرية آدا ليفاليس، بنت رياضية خارقة، وكان عندها رؤية مختلفة تماما للجهاز ده. آدا فهمت إن الآلة التحليلية ممكن تعمل أكتر بكتير من الحسابات، وقالت
ممكن نخليها تشتغل على أي نوع من البيانات لو قدرنا نوصف البيانات دي رياضيا. آدة اشتغلت على تطوير أول خوارزمية للجهاز، وده يعتبر أول برنامج كمبيوتر في التاريخ. المدهش إن آدة عملت ده كله على الورق، إلى أن الآلة أصلا ما اكتملتش وقتها. إزاي يتبرمج الجهاز بدون لغة برمجة؟ ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. الفكرة كانت باستخدام بطاقات مثقوبة بانش كاردز. البطاقات دي كانت بتشتغل زي الكود، كل مجموعة ثقوب بتمثل أمر معين للآلة. آدة كتبت خطوات منطقية تفصيلية للجهاز علشان يحل مسألة رياضية، وده كان أساس البرمجة اللي احنا عارفينها النهاردة، رغم إن ما كانش فيه لغات زي بايثون أو جافا، إلا أن طريقة تفكير آدة هي اللي خلت الآلة تتحول من مجرد جهاز حاسبة لشيء قابل للبرمجة. تأثير التاريخي: آدة ما شافتش برنامجها وهو شغال، لكن أفكارها مهدت الطريق للثورة التكنولوجية. النهاردة بنعتبرها أول مبرمجة في التاريخ، وكأنها قالت لنا مش لازم تكون عندك الأدوات الكاملة علشان تبدأ، كفاية عندك فكرة ورؤية. النهاردة كل مرة تكتب كود أو تستخدم تطبيق افتكر إن البداية كانت بسيطة، آلة ميكانيكية وبنت عندها شجاعة إنها تحلم بمستقبل محدش تخيله. فكر كده، ممكن فكرتك تكون هي الثورة اللي جاية. احنا دلوقتي اللي احنا هنشتغل عليه هيكون فينا ايكون، وهيكون فينا اسم، وهيكون فينا شورت ايكونز تاني. تمام. احنا هنبدا نشتغل عليه ازاي؟ احنا هنيجي هنا مثلا نكتب هنا ناف، واهم حاجه يكون ترتيب. دلوقتي هنبدا ان احنا نقسم الدنيا عندنا في هنا الناف كامل. تمام. انا بحب ان انا مثلا ادام هنا في ناف، برضو احب ان انا اقسمه ان يكون جواه ديف، اقدر اتحكم فيه، برضو اتحكم مثلا في الويدز كامل مره واحده، الكلام ده كله جوه الديف دوت. في عندي تو سيكشن اللي هما هنا فينا ديف وهنا ديف. بما ان احنا عايزين نفصل منهم مره واحده، فهنستخدم الكلام ده كله. دوت اب، الاب دوت اللي انا بتكلم عليه ان هو البوكس اللي هيشيل لي التو ديف اللي احنا هنشتغل عليه. تمام. عايزين نخش جواه، هنعملها ازاي؟ انك بتعمل لي العلامه دي، بعد كده تكتب لي هنا دوت مثلا ال اي. لا سيبك من ال اي عشان ديت محجوزه، ممكن نكتب هنا اي تي مثلا. جميل. لو احنا اتكينا هنا هيعمل لي ديف اسمه اب جواه ديف اسمه اي تي. طب انا عايز اعمل اتنين، وعايز اخلي مثلا في فرق ما بين الاتنين دولت، وعايزين مثلا نديلهم كل واحد يبقى كلاس معين، فشايفين علامه الدولار ساين هيعملها. بعد كده هنضرب هنا في اتنين. تمام. لو اتكينا انتر فهو عمل لي هنا اي تي 1 وعمل لي هنا اي تي 2. دلوقتي احنا هنبدا نشتغل الشغل بتاعنا عادي. هسيب لكم اللينكات اللي تقدروا تستخدموا منها الكلام ده كله، علشان اللينكات اللي هي الايكونز. كده احنا ربطنا الصفحة بتاعتنا بصفحة الايكونز. عايزين نربط الصفحة بتاعتنا بقى بصفحة السي اس اس. هنا مثلا انا حابب ان احط هنا العلامة دي، فهنيجي نخش هنا كده نعمل هنا، خلاص هو خده لي هنا كوبي. هنيجي هنا نعمل ايه؟ نعمل هنا علامة الهاش. هنا بره هنا هنعمل انتر، نعمل هنا الكلام ده. لو جينا هنا عملنا ريلود فهو جاب لي العلامة دي. دلوقتي انا مثلا محتاج ان احط مثلا H2 هنا او H1، فهنعمل مثلا هنا H2، نعمل كل براكتس، نكتب هنا مثلا ايه as store. لو تكت انتر فهو جابها لي هنا as store. دلوقتي احنا عايزين ننتقل للناحية التانية، هنعمل هنا هناك مثلا ايه، زي ما احنا كنا متفقين ان احنا هنعمل الناحية التانية، هنحط شوية لينكات. طب او ايكونز. طب احنا مثلا ممكن نختار الايكونز دي، اي ايكون دلوقتي، مش اي حاجة، اي ايكون دلوقتي. نعمل هنا كده، احنا هنعمل ايه؟ نضربها في 4. علامة الضرب دي فبتكرر لي العنصر 4 مرات. تمام. هيحتاج بس منك تنظيم، من اللي هو التكة هنا alt، هنا alt. تمام. لو تكينا هنا وهنا تكينا، بس كده احنا خلاص خلصنا علامة الكنترول والالت، وانزل تحت كده واعمل لي هنا علامة الهاش. جميل جدا. هنا فهو عمل لي الشكل اللي انا محتاجه عموما، او دوت اللي هنبدأ نبني بيه النافبار بتاعنا.
ان احنا كده ربطنا عندنا بالسي اس اس. تمام. نيجي هنا الاول حاجه هنديله مارجن والبادنج زيرو، مارجن زيرو، بادنج زيرو. عايزين نغير مثلا اللون بتاع البادي عشان اللون مش كويس او مش عاجبك شويه، ممكن هنا نكتب هنا بي جي سي، بعد كده نعمل كده انتر، وبعد كده شوف اللون اللي انت حابه. احنا مثلا هنشتغل على اللون ده. تمام. فهو خلاص غير لي اللون بتاعه. نديله هنا نقول له مثلا الكولر عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. هاش سي اف. فهو قلبها لي هنا بالشكل ده عشان تبقى شايف كل حاجه والدنيا بسيطه وسهله معاك. تمام. هنيجي هنا عند الهيدر ونديله مثلا باك جراوند كولر بي جي سي، بعد كده نديله مثلا اللون دوت، اللون التوميتو ده. تمام. تمام. فهو حط لنا هنا اللون التوميتو بتاعنا. في هنا بس مشكلة، المفروض ان تقريبا لا ظهر هنا تاني. احنا عايزين ان احنا نخلي دولت هنا، وعايزين نخلي اللي هو العز والايكون دي موجودة الناحية التانية. فعشان كده جت النقطة اللي انا كنت بتكلم عليها، اللي هي نقطة الاب. تمام. ديسبلاي فليكس. تمام. مش فاهم هو في هي ظبطت شويه. تمام. هما بعدهم لي، بس هو في مشكله. هو الويدز بيتحدد اوتو، فهو بياخد على حسب الكونتنت الموجود جواه. فاحنا هنيجي هنا نقول له الاب، هنقول له هنا ويدز 100%. هو كده واخد من الاب بتاعه 100%. تمام. طب احنا كنا عاملين ناف صح؟ نعمل هنا ناف ونديله ويدز برضو، ويدز 100%. جميل جدا جدا جدا. لو احنا هنا هو كده نقله جنب بعض. طب انا قلت له هنا مثلا عايز justify content space between، فهو خلاص بعتهم لي الاتنين عن بعض. شايفين دول راحوا فين ودول راحوا فين. ممكن نقول له برضو align center، align items center. فهو خلاص كده نقلهم الاتنين مع بعض برضو، خلي ده في النص وهو اصلا دي بس. الدنيا دي هنبدأ ان احنا نركز عليها دلوقتي. تمام. احنا كنا مسمينها ايه؟ كنا مسمينها الاي، هنعمل هنا دوت الاي 1. لا كنا اي تي، اي تي 1. وهنفتح هنا البراكتس وهنبدا ان احنا نتحكم فيها. كنا قايلين هنا ديسبلاي فليكس. نديله مثلا هنا فليكس. هنا نديله مثلا مارجن، هنديله مارجن 3 بكسل. تمام. نعمل هنا ريلود عشان بس الدنيا مش مظبوطه شويه. تمام. ممكن هنا نقول له ايه، اللاين سنتر، اللاين ايتم. مش عارف ليه بتلخبط فيها كل شويه. اللاين ايتم سنتر. تمام. هو كده وصلناهم الاثنين مع بعض. ممكن نعمل هنا justify content هنا نعمل sport space between، او ماشي space between جميل، او نعملها space around. تمام. نديله ويدز برضه عشان نبقى محددين الدنيا ماشيه ازاي. ويدز هنديله مثلا 18% من عرض المتصفح. تمام. فانا لما هاجي اعمل ريلود فهو خد 18%، عمل سبيس اراوند اللي هو خد مساحه من هنا بتساوي مساحه اللي هنا بتساوي مساحه اللي هنا. طب انا مش عايز كده، انا ممكن اديله هنا مثلا ايه سبيس بتوين. لو عملنا كده ريلود فهو خلاص اداني هنا مساحه مش نفس المساحه اللي هنا ولا نفس المساحه اللي هنا. دلوقتي انا مثلا عايز اتحكم بقى مثلا في الاي. دلوقتي هنيجي نعمل هنا في الاي، هديلها مثلا هنا مارجن 4 بكسل. تمام. فيبدا ان هو يديني مارجن لكل الاي الموجود هنا 4 بكسل. عايزين مثلا الاتش 1 هنديلها مثلا، لا احنا ممكن نقلل دي شوية، اللي هو هنخليها مش سبيس بتوين. ممكن نلغي دي خالص. ممكن نعمل هنا جاب ممكن مثلا نعمل 4 بكسل. تمام. بس كده شكلها كويس. تمام. تطبيقا على اللي احنا استخدمناه النهاردة، فاحنا ممكن نستخدم هنا مثلا هنا على الهيدر، على اللي هي الشكل بتاع نعمل هنا الهيدر. فين الخلية دي بقى؟
نعمل هنا الهيدر، الهوفر، هنا هوفر، اعمل لي مثلا هنا الباك جراوند كولر، جراوند كولر خليها لي مثلا باللون الاخضر او اللون ده. تمام. دلوقتي احنا مثلا لو جينا هنا نغير لي اللون. تمام. طب انا عايز مثلا ان هو ما يبقاش برضو سريع زي ما احنا لسه برضو قاعدين النهارده. هنيجي هنا نعمل ترانسفور. تمام. لا مش ترانسفورم، ترانزيشن، اسف، مش عارف ليه برضو لسه متلخبطين فيها النهارده برضو. ترانزيشن هنعمل مثلا هنا اول، وهنعمل هنا مثلا نص ثانية. تمام. هتلاقي تلاحظ ان في بطء في الحركة شوية، تيجي هنا بص هتلاقي في بطء في الحركة. تمام. تمام جدا. طيب انا عايز مثلا نتكلم عن ونخليها مثلا الطول بتاعها يزيد شوية. نعمل هنا مثلا الهايت، الهايت يبقى مثلا 40 بكسل. تمام. بص كده دلوقتي. تمام جدا جدا. وهنجي نخش مثلا هنا دلوقتي ونقول له هنا align items بيساوي center، justify content بيساوي center. تمام. بص كده في مشكلة اهي. تمام. احنا ممكن برضو في حاجة جميلة ان احنا ممكن نستخدمها مثلا عند الايكونز. تعالى نعملها هنا الاي، هنا الهوفر نديلها مثلا هنا المارجن يزيد شوية، المارجن يبقى 8 بكسل. تمام. ونعمل حاجة اسمها ترانسفورم بقى اللي احنا كنا بنتكلم عنها. في حاجة عندنا مثلا اسمها سكيل دي بتتكلم مثلا عن العنصر بتاعك وعن الحجم بتاعه. يعني احنا مثلا لو خليناه واحد فدي الديفولت بتاعها. لو احنا مثلا خليناها 1.2، تعالوا كده نشوفها الأول. بص كده شايف بيكبر ازاي؟ هو بيكبر عشان السكيل اللي انا مديها له. بص هنا، فدي فايدة السكيل اللي احنا بنديها لأي عنصر. تمام. في حاجة عندنا اسمها اكتف. تمام. ايه الاكتف دي؟ دي لما بتتك على العنصر. احنا مثلا ممكن نخليها هنا مش المارجن، نخلي نديلها مثلا color blue او نديلها up. جميل. بص كده يا صديقي، فين اهو، بص كده اللون بيتغير معانا. تمام. اهو اللون بيتغير، اللون بيتغير. تمام جدا. قلنا مثلا كان كارد او بتاع، فايه رايكم تعالوا نعملها دلوقتي بسي اس اس و اتش تي ام ال، مش تاخد من الوقت برضو. احنا ممكن نعملها ازاي؟ نعمل منه مثلا سي ان تي اللي هو الكونتينر، نخش جواه نعمل هنا دوت كارد، العلامه دي، العلامه دي، نعمل مثلا هنا علامه الدولار ساين نضربها في 3. جميل. هنخش جوه كل واحده هنعمل مثلا هنا ايمج. تعالوا بس الاول نجيب صور. تمام. فاحنا عشان نسهل الدنيا ممكن نعمل حاجة حلوة جدا. ممكن نيجي على كل صورة نتركها مثلا هنا F2 ونسميها هنا 1، هنا F2 نسميها هنا 2، هنا نيجي على دي هنا مثلا F2 نخليها مثلا 3. جميل. جميل جدا. فين ال HTML بتاعنا؟ اهو image. نفتح السورس بتاعنا نكتب هنا مثلا CRC بيساوي، نعمل العلامة دي، هنعمل بقى علامة الدولار ساين دوت جي بي جي. جميل جدا. هنعمل بلس، نعمل H2 اللي يفتح الكيرلي براكتس بتاعتنا، نكتب الكونتنت اللي هيكون موجود جوه ال H2. طب كنا عايزين مثلا نكتب هنا ايه؟ نكتب نيم. تمام. طب احنا كنا عايزين نزود هنا بي ار، ما انا نسيت الحوار ده. نعمل هنا بي ار، نعمل بلس. تمام. نطلع بره هنا كده، نعمل هنا بلس تاني، هنا نعمل باراجراف. عايزين نكتب الكونتنت بتاعه مثلا يكون this product، this pro، ثانية واحدة، this product is best. جميل جدا يا صديقي. عايزين نعمل بوتون، هنعمله ازاي؟ نعمل هنا بلس BTN. عايزين نكتب مثلا جوه مثلا بيناو بي. لو دلوقتي اتكيت انتر عارفين اللي هيحصل؟ هيعمل لي الكود اللي انا كنت طالبها منه. بص كده، عمل لنا كارد واحد. تمام.
الدنيا بتلعب، بس هو الدنيا 350 ثانية. هنا الكارد دوت كارد واحد، الكارد التاني، الكارد التالت. طب انا عايز بقى انسخها في السي اس اس، هعملها ازاي؟ تعالى يا صديقي، هنيجي هنا مثلا في السي اس اس، كنا عاملين مثلا هنا الدوت، لا مش الدوت الاول، نعمل الاول هنا المارجن والبادنج. المارجن زيرو، البادنج كان زيرو. هنا مثلا البادي عايزين نغير الشكل بتاعه، نديله بي جي كولر، هنتحكم في اللون بتاعه دلوقتي اهو. تمام ماشي. هننزل هنا الكولر، اي حاجة موجودة جواه هاش اف اف. تمام جدا. لو كنا شفنا الشكل بتاعنا فخلاص غيرنا، نقدر نشوف نتحكم فيه بعد. تمام جدا. تعالى نخش بقى دوت سي ان تي. هنعمل ايه؟ هنعمل هنا ديسبلاي فيليكس مثلا. جميل. وهنعمل هنا مثلا الويدز بتاعنا هيكون 100%. تمام. هنعمل حاجة تانية، فيليكس دايركشن هنخليها رو. تمام. تعالى هنا كده، بص يا صديقي بقى هنا كارد تاني التالت، بس في مشكلة، احنا شايفين ان الدنيا مش مظبوطة، فدي هنقدر نتحكم فيها ازاي؟ تعالى نعمل هنا كده ثانية، ممكن نزود لكل كارد حاجة. هنا هنعمل هنا كارد فهنيجي هنا كده دوت سي ان تي دوت كارد. سهل كده يا معلم. وقول لي مثلا هنا الويدز بتاعها بتاع كل واحد يكون مثلا 30، لا مش 30، خليها لي مثلا 28 بكسل، لا 28%. تمام. برضه الراديوس مثلا خليها 6 بكسل. في مشكلة هنا مش عارف ليه. ندي مثلا هنا باك جراوند معينة، هنا باك جراوند كولر هنخليها لون غريب شوية. من الكارد، كل كارد معمول عليه واحد. تعالوا كده نعمل كده، نعمل ايمج، نعمل مثلا هنا ويدز هنقول 50 بكسل. حلوة جدا. هنا مش تبقى مظبوطة، بس هيكون أحسن من العك اللي احنا كنا شايفينه من شوية. تمام. هنيجي نعمل هنا مثلا عند ال CMT، هنعمل هنا justify content space مثلا around، فبقت تحسها شوية كويسة. هنا مثلا نديله align items في center. تمام. هو ليه منزلش؟ حد عارف ليه منزلش؟ عشان احنا مش مديين له هايت معين. يعني مثلا لو ادينا له هنا مثلا الهايت قلنا له مثلا 500 بكسل، خلاص كده هو يقدر يتحكم وينزل فيه بينا براحته. تمام. عايزين نجيب العناصر دي جوه، هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا display flex، لا display flex flex decoration هيبقى column. هنا هنقول له مثلا هنا align line items center justify content هيكون مثلا center. طبعا كان بس نشوف احنا عملنا ايه. احنا جبنا هنا في النص، طبعا عايزين نزود الطول بتاع الكارد شوية. الكارد مثلا نديله هايت هنا مثلا هايت نديله مثلا 70 بكسل. طبعا نشوف عملنا ايه. ثانية، احنا صغرناها اكتر. ثانية، ممكن نخليها مثلا 200 بكسل. تعالى احنا كده جبناها في النص فعلا. طب انا مثلا عايز اخليها اونلاين ايتمز، هنعمل مثلا بادنج
نخليها 3 بكسل تاني. بقت الدنيا لذيذة شوية. تمام، بقت الدنيا لذيذة شوية. هنكبر عرض الصور شوية، مش لسه لذيذة. هنخليها مثلا 90. بقت الصور برضو كويسة. فاحنا ما خدناش وقت كبير، وكنا عملنا الكروت اللي هي احنا كنا المفروض نعملها ونسقناها تنسيق بسيط شوية، فما خدش مننا وقت. الدنيا لذيذة، ما تصعبش الدنيا عليك. وإن شاء الله يكون في سيشن كل أسبوع إن شاء الله يعني. ربنا يقدرني وأقدر إن أسجل وأخلص الدنيا دي، وبالتوفيق يا شباب.